تعالوا نشوف قصتنا ايه النهاردة يا زهرة الكون. قصتنا النهاردة كباب الغلابة. تعالي هعمل لك كباب الحلة بالكبد والقوانص، حاجة كده اختراع. لو عندك شوية كبد وقوانص ومحتارة تعمليهم ازاي، تعالي تابعيني في الوصفة وهتلاقي احلى حاجة هتعمليها ان شاء الله. هعمل لك كباب الحلة بطريقة سهلة وبسيطة خالص بالكبد والقوانص. زي ما انت شايفة معايا شكلها بصراحة تحفة، مع شوية رز ابيض ومع شوية طحينة هتاكلي احلى كباب حلة. انا هدى ودي قناتي. لو اول مرة بتتابعوني يا ريت نعمل لايك ونعمل اشتراك في القناة. هنسمي الله ونصلي على الرسول وهندخل على قصتنا النهاردة يا زهرة الكون. قصتنا النهاردة كباب الحلة بالكبد والقوانص. والحاجة طبعا الكمية اللي معاكي انت هتعمليها. انا معايا كيلو كبد وقوانص زي ما انتوا شايفين. انا الاول غسلتهم كويس بشوية ملح وشوية ليمون وفركتهم كده بين ايديا عشان اطلع اي زفارة فيهم، وحطيت كل واحدة لوحدها في مصفى عشان عايزة كل واحدة لوحدها. ومعايا هنا بصلتين كبار وانا مقطعاهم رفيع زي ما انتوا شايفين. معايا توم هنا مفروم معلقة كبيرة، ومعايا بشرة طماطميتين اتنين بشرهم بالمبشرة، ومعايا فلفل رومي زي ما انتوا شايفين. حابينه حراق طبعا حطوا ايه، حطوا فلفل صغير حراق يعني واحد بس عشان ما تبقاش ايه عليكم يعني حامية قوي. بس هنا تعالوا معانا علبة وجاز. اول حاجة طبعا معايا طاسة كبيرة وطاسة ايه صغيرة. انا حاطة حتة ليا هي موجودة عندي فانا حطيتها، انت ما عندكيش ما تستخدميهاش خالص. حطي شوية زيت وحطي هاتي البصل بتاعنا. هنا عايزين البصل ياخد لون معانا عشان نعمل كباب الحلة المظبوط. يعني اللي دي كأني انا ما حطيتهاش، بس هي عندك موجودة حطي، ما عندكيش خلاص. او حتة دهنة يعني الموجود عندك. بس هنا انا بحمر البصل زي ما انتوا هتشوفوه معايا كده بالظبط. واول حاجة طبعا معايا الطاسة التانية حاطة شوية ايه زي ما شايفين برضو حتة ليا صغيرة ومعلقة زيت. لو ما فيش برضو استغني عنها نهائي. حطيت الكبد لوحديها زي ما انتوا شايفين اهي، انا مصفياها كويس بعد ما غسلتها بالملح والليمون، واسيبها تتصفى كويس. يعني انا لازم تصفيها كويس من ايه المية بتاعتها. حطيتها في الطاسة لوحديها هشوحها كده زي ما انتوا هتشوفوا معايا بالظبط. انا همشي معاكم خطوة خطوة عشان تعملوا التفاصيل اللي انا عملتها بالظبط. وتسيبوا البصل هنا ياخد لون معانا، ما تعملوش البصل ابيض عشان ده كباب حلة. هنعمله بالمظبوط من غير ما ايه تحطي له اي اضافات، هيبقى لونه بني وصوص بتاعه بني. هنا هنجيب من المعلقة المفرومة هناخد نص معلقة ايه صغيرة من الثوم هنحطها على الكبد زي ما انتوا شايفين، ونص معلقة صغيرة من الكمون. وقلبي الكبد ايه تاخد وتدي مع نفسها كده بشكل ودي زي ما انتوا شايفين. طبعا هتنزل كل ايه المية بتاعتها. هنا انا بقلب في البصل زي ما انتوا شايفين. سيبكم بقى من الكبدة كده انتهت معانا، خلينا ايه في الطاسة الكبيرة. هنا هجيب الجوانص بتاعتي. شايفين البصل اخد لون ازاي؟ طبعا يدوب هو داخل انه هو يحمر، مش بنخليه مثلا ياخد لون بني، لا يدوب هيدخل انه هو يحمر ونحط الجوانص على طول بتاعتنا. شايفين انا مقطعاها طبعا ايه 3 حتت. هنحط الثوم ايه نقلب برضو مع بعض كده، نقلب مع الجوانص اللي احنا حطيناها والبصل، ونشم ريحة الثوم معانا. هنجيب الفلفل الاخضر هنحط شوية هنا وشوية هنا زي ما انتوا شايفين. تابعولي الطريقة كويس وقلبي كده كويس وشوحيهم كويس مع بعض. هنا البصل مع الجوانص مع الثوم مع الفلفل الاخضر زي ما انتوا شايفين. وبنقلب الكبدة برضو ايه من الناحية التانية. بصراحة تحطوا الحاجات دي وشموا الروايح بقى بتاعت ايه كباب الحلة. قلبي كده كويس زي ما انت شايفاني انا بقلب وماشيه معاكم خطوه خطوه. هنا هجيب كوبايه ميه احطها ايه في الطاسه الكبيره اللي هي فيها الجوانص عشان تستوي معانا، وتسيبوها لغايه ما تشرب معانا كوبايه الميه دي نهائي، وهتشوفوا اللون بتاعها تبقى كباب حله اصلي. شايفين بس كده زي ما انتوا شايفين معايا اللون. لازم هنا تتشرب كلها كوبايه الميه عشان القوانص معانا ايه تستوي، ما تبقاش ايه فيها قرشه ولا اي حاجه زي ما انتوا شايفين. وهتكمل تسويتها لسه برضو ايه لما نحط البطاطس ونحط باقي ايه الكبده. هنا انا بعمل رز ابيض زي ما انتوا شايفين. هقول لكم على تكه حلوه قوي للرز الابيض.
بس نشوف باقي ايه الكبد بتاعتنا والقوانص. هنا هجيب الكبدة واحطها عليها واحركهم كويس، وهجيب الطماطم واحطها برضو اللي هي ايه البشرة المبشورة. هنا البهارات بتاعتي حطيت ملح، حطيت 7 بهارات، وحطيت فلفل اسود، وحطيت كمون. اكتر من كده ما تحطيش بهارات عشان تشوف الطعم الاصلي للكباب الحلة بتاعنا. انا هنا حطيت الطماطم زي ما انتوا شفتوني كده، ونسيبها ايه يدوب يعني دقيقتين، وبعد كده هنحط البطاطس. هنا لما نحط البطاطس دي اختياري، لو انت حباها حطيها، مش حباها ما تحطيهاش. بس لو انت عامله نص كيلو عايزه تزودي الكميه حطي بطاطس، وبصراحه تاكلوا البطاطس وهتاكلوا الصوص وتسيبوا الكبد والقوانص، وعلى ضمانتي الكلام ده ان شاء الله. بس بتعملوها نفس التفاصيل والتكات اللي انا عملتها. وحطيت كوبايه ميه عشان البطاطس تستوي فيها. واهم حاجه طبعا في الاخر لما تستوي تسيبي فيها شويه صوص كده، ما تخليش الصوص يتشرب منها ايه كلها، عشان ايه لما تحطيها على الرز تبقى ايه فيها شوية صوص كده وحلوة كده. اللهم صل على النبي. شايفين لون الرز ابيض ازاي؟ الرز لما نجي نعمله نجيب معلقة سمنة، لو عندك سمنة بلدي، ما عندكيش عادي يعني مفيش مشكلة، شوية زيت، وتديه كام تقليبة كده، وبعد كده حطي له ملح بس، ما تحطيش فلفل ولا تحطي 7 بهارات ولا اي حاجة، ملح وفص مرقة وخلاص، واطفي عليه عشان يديكي لون الرز الابيض زي ما انا عملته كده. وحطي له المية على حسب الرز بتاعك طبعا ما يشرب. شوفوا لي بقى التحفة والجمال، شوفوا لي كباب الحلة اللي طالع ده بالكبد والقوانص ولا الروايح. اللهم صل على النبي، الله اكبر، بسم الله بسم الله، بالهنا والشفا ليكم مقدما. بصوا الكبدة، طبعا احنا الكبدة سويناها قبل ما نحطها على يعني ايه بنسبة 90%، بنسيب فيها تكة شوية بس عشان ايه تشرب الملح معانا. وشوفوا الرز بتاعي، بصوا مفلفل ازاي، لازم تشوحوه في الزيت والسمنة الاول حتى تحطوا له ايه الشوربة بتاعته. والشوربة أو تكون مية مغلية، ما تحطوش مية من الحنفية، لازم المية مغلية، وشوية الطحينة زي ما انتوا شايفين، وتسيبوا شوية صوص كده في الكباب اللي احنا عملناه عشان ايه تغمسوا بيها كده مع الرز. وممكن تاكلوه بالعيش على فكرة عادي يعني مفيش مشكلة، بس مع الرز هو حلو ومع العيش حلو. وبالهنا والشفا ليكم مقدما، ويا رب اكون استوفيتوا مني اي معلومة. مع السلامة، اشوفكم قريب.